تعرف إن معظم قياسات ضغط الدم بتطلع غلط بسبب أخطاء بسيطة؟ خليني أقولك أهمها. 1. المريض بيتكلم أو مش مرتاح وقت القياس، لازم يكون هادي ومسترخي 5 دقايق قبل ما تبدأ. تاني خطأ، لافف القف فوق الهدوم، غلط، لازم يتحط مباشرة على الجلد عشان النتيجة تكون دقيقة. تالت خطأ، إيد المريض مش في مستوى القلب، افتكر دايما إن الإيد لازم تكون في مستوى القلب علشان النتيجة تكون صح. رابع خطأ، حجم القاف مش مناسب، القاف الصغيرة بتدي قراية أعلى من الطبيعي، والكبيرة ممكن تقلل القراءة. خامس خطأ، رجل المريض متقاطعة أو مش ثابتة، لازم يقعد مستقيم ورجليه على الأرض من غير تقاطع. سادس خطأ، قياس الضغط على طول بعد مجهود أو شرب قهوة، لازم تستنى على الأقل 30 دقيقة قبل القياس. الخلاصة، المريض مش بيتكلم ويكون هادي ومسترخي، لازم دراع المريض يكون مفرود، استخدام قف مناسب لحجم دراع المريض، القدمين على الأرض مش متقاطعتين، القف محطوط على الجلد مباشرة مش فوق الهدوم، عدم القياس مباشرة بعد المجهود أو شرب القهوة. لو عايز تستفيد معانا كل يوم معلومة طبية أو تمريضية، اشترك في القناة وفعل زر الجرس، وإن شاء الله معانا هتتعلم التمريض كعلم ومهارة من A to Z.